هو ليه احمد فتوح ما ينفعش يمشي من نادي الزمالك؟ تعال اقول لك. بص يا معالي الباشا، احمد فتوح بالنسبه لي واحد من احسن 10 لعيبه مهاريين جوه الدوري المصري، وبالنسبه لي احمد فتوح في الملعب بيقدر يديك ديناميكيه حركه جوه التشكيله فوق ما انت متخيل. يعني احمد فتوح ده تقدر تلعب بيه كباك، تقدر تلعب بيه كهاف، تقدر تلعب بيه كنص ملعب تاني، وتقدر تلعب بيه كنص ملعب تالت. يعني لو انا هلعب باتنين ديفندر على الدايره وحطيت احمد فتوح، فاحمد فتوح في الكتر زي الجون اللي عمله في نهائي الكاس لناصر ماهر قدام بيراميدز، احمد فتوح مميز فيها. طب احمد فتوح لو يلعب على الخط، احمد فتوح دفاعيا وهجوميا لعيب قوي جدا، لعيب في المهارات والفنتات والسبعات بتاعته يقدر يخرجك بالكوره. طب لو انا حطيت احمد فتوح في 4-3-3، لا احمد فتوح ساعتها العب في الممرات واحمد فتوح يبقى مهيأ للشوط من بره. طب احمد فتوح ممكن يعمل لي ايه كمان؟ لا يا باشا، احمد فتوح يقدر يعمل لك حاجات كتيره جدا. لو لعبت ب 4-4-2 وحطيت بنتاج وفتوح تحت بعض، انا بقول لك فتوح دخوله لجوه الملعب ونزوله لنص الملعب هيدي حريه كبيره قوي لبنتاج في ان هو دايما يفتح. فانا بالنسبه لي احمد فتوح، اللي الناس بتقول لك الزملكاوي دايما يقول لك ايه احمد فتوح يمشي ما يمشيش، انتوا لو عايزين احمد فتوح يبقى نجم من نجوم الفرقه ودايما يديك طول الموسم اول ماتش ده اخر ماتش، يبقى انت لازم تحسسه بحاجه ان هو اهميته في الفرقه غير اي لعيب تاني. وانا بالنسبه لي احمد فتوح في الفرقه في نادي الزمالك دلوقتي غير اي لعيب تاني. هات لعيب في التشكيله كلها غير هو محمد شحاته يقدروا يلعبوا في كل المراكز دي. فانا بالنسبه لي ان نادي الزمالك كون ان هو عايز يمشي احمد فتوح، لا دي فكره بالنسبه لي غير مطروحه. ويا هنانا يا سعدنا لو فتوح جه عندنا. قول لي بقى في الكومنتات، انت كزملكاوي نفسك احمد فتوح يمشي ولا لا؟